ممكن تكون بتشتغل أكتر من أي وقت فات، ومع ذلك عمرك ما بتوصل للثراء. وممكن تكون بتعرف الصح اللي المفروض تعمله لكن خايف تعمله. والأخطر من كل ده إنك تفضل مقتنع إنك مش محتاج تتعلم حاجة جديدة عشان تحل المشكلة دي. أهلا بيك في حلقة جديدة من 8 استثمار مع الجزء الأخير وختمة كتاب أسرار عقلية المليونير. والنهاردة هنتكلم عن ملفات الثراء رقم 15 و16 و17. كل الناس تقريبا بتشتغل عشان تكسب فلوس، لكن في ناس وصلوا لمرحلة إن الفلوس نفسها هي اللي شغالة عندهم، وده اللي هنتكلم عنه في ملف الثراء رقم 15، ألا وهو: الأغنياء يتركون أموالهم تعمل من أجلهم، والفقراء يعملون بجد من أجل أموالهم. خليني أحكي لك عن ناتالي، لأن قصتها بتلخص الفكرة دي كلها. ناتالي كانت مقتنعة إن أهلها أبخل ناس في الدنيا، وكانوا بيوفروا في كل حاجة، بيستخدموا كوبونات خصم، وبيركبوا عربية عندهم بقالها 15 سنة، وحتى في السفر كانوا بيختاروا أقل الأماكن يباتوا فيها بدل الفنادق. فكبرت وهي فاكرة إن السبب هو إنهم ما عندهمش فلوس، لكن الحقيقة كانت العكس تماما. أهلها كانوا بيدخروا وبيبنوا ثروتهم بهدوء، ولما بقت ناتالي بتكسب فلوسها ومعتمدة على نفسها قررت تعمل العكس تماما. بقت تشتري كل حاجة تعجبها حتى لو مش محتاجاها، ومع الوقت بقت تصرف أكتر من دخلها لحد ما غرقت في كروت الائتمان وديونها، وبقت مش قادرة حتى تدفع الحد الأدنى المطلوب. ساعتها حضرت منتدى عن عقلية المليونير، وهنا اكتشفت إن المشكلة عمرها ما كانت في الفلوس. المشكلة كانت في طريقة تفكيرها. ما كانتش بتشتري الحاجة لأنها محتاجاها، كانت بتشتريها عشان تثبت لنفسها إنها مش بخيلة زي ما كانت فاكرة أهلها. وبعد ما حضرت التدريب المكثف لأسرار عقلية المليونير اتغير تفكيرها بشكل كبير. بعد فترة وهي ماشية في مول شافت جاكيت عجبها تمنه $400. أول رد فعل ليها كان عايزة اشتريه، لكن المرة دي وقفت وسألت نفسها: هو أنا محتاجاه فعلا ولا دي مجرد رغبة وهتروح بعد شوية؟ افتكرت إن عندها جاكيت كويس موجود فعلا، فسابت الجاكيت مكانه وخرجت من المحل. في اللحظة دي هي أدركت إن اللي اتغير مش قرار شراء جاكيت، اللي اتغير هو طريقة تفكير. ومن يومها بدأت توفر وتستثمر وتستخدم فلوسها بوعي، وبعتت أهلها يحضروا المنتدى هم كمان. وهناك اتعلموا إن الادخار لوحده مش كفاية، وإن الفلوس لازم تشتغل هي كمان. وفي النهاية بعد ما راحوا تدريب أسرار عقلية المليونير وغيروا طريقة تفكيرهم، بعد فترة قدروا فعلا يتقاعدوا وهم من أصحاب الملايين. وده أهم درس في القصة. المشكلة مش إنك بتصرف ولا بتوفر، المشكلة هي ليه بتصرف وليه بتوفر. لأن الحرية المالية مش بتيجي من إنك تمنع نفسك من كل حاجة، ولا من إنك تشتري كل حاجة. بتيجي لما يبقى عندك لكل جنيه هدف واضح. في حاجات كتير إحنا عارفين إنها صح، لكن بين المعرفة والتنفيذ في عدو واضح بيوقف أغلب الناس. وده اللي هنفهم عنه أكتر في ملف الثراء رقم 16، ألا وهو: الأغنياء يتصرفون على الرغم من الخوف، الفقراء يتركون الخوف يوقفهم. خلينا أحكي لك عن تجربة كان الكاتب بيعملها في كل منتدى تقريبا، لأنها بتوضح الفكرة دي بشكل عملي جدا. في بداية التمرين كان بيسأل الحضور سؤال بسيط جدا: مين مستعد يعمل الحاجة الصح حتى لو كان خايف؟ وطبعا أغلب الناس بترفع إيديها، فكان بيرد عليهم ويقول لهم: خلونا نشوف وقت التنفيذ. بعدها طلع سهم من جيبه، طلب من أحد المشاركين يحط طرف السهم ده عند حنجرته، والمطلوب منه إنه يتحرك لقدام بقوة عشان يكسر السهم ده. أول ما الناس شافت التمرين ده الخوف سيطر عليهم، كل واحد بدأ يتخيل أسوأ سيناريو ممكن يحصل، وبسبب الخوف ده ناس كتيرة بدأت تتردد وترفض تحاول من الأساس. لكن اللي كان يقرر يكمل ويلتزم بالتمرين ده من غير تردد كان بيكسر السهم فعلا. وبعد ما التمرين خلص الكاتب بدأ يسألهم: مين كان متخيل إن الموضوع أصعب من كده؟ كلهم تقريبا كانوا بيقولوا نفس الإجابة: طلع أسهل بكتير مما كنا متخيلين. وساعتها ده بيوضح لهم إن المشكلة عمرها ما كانت في السهم، المشكلة في الخوف اللي عقلهم صنعوا قبل ما يبدأوا. عقلك قبل أي خطوة جديدة بيحب يرسم أسوأ السيناريوهات ويقنعك إنها أكيد هتحصل، مع إن الحقيقة إن أغلب الحاجات اللي بنقلق منها عمرها ما بتحصل أبدا. وده بيفكرني بكلمة مشهورة لمارك توين لما قال: قضيت جزء كبير من حياتي قلقان من مشاكل، واكتشفت بعد كده إن معظمها ما حصلش أصلا. وده أهم درس في القصة. الخوف شعور طبيعي، لكن ما ينفعش يكون هو اللي بياخد القرار بدالك، لأن أول ما تبدأ وتواجه اللي كنت خايف منه
غالبا هتكتشف إن الموضوع كان أسهل بكتير مما كنت متخيل. وعشان كده ما تستناش الخوف يختفي عشان تتحرك. اتحرك، وساعتها الخوف هو اللي هيبدأ يختفي. بس حتى لو قدرت تتغلب على خوفك، ازاي تفضل تتقدم بدل ما ترجع لنفس مكانك تاني؟ وده اللي بيشرحه ملف الثراء رقم 17، ألا وهو: الأغنياء يستمرون في التعلم والنمو، الفقراء يظنون أنهم يعلمون بالفعل. الكاتب لاحظ حاجة غريبة جدا كانت بتحصل معاه كل مرة لما بيفتح باب التسجيل للمنتدى عن الإدارة المالية. كان متوقع إن أول ناس تسجل هم الناس اللي عندها مشاكل مالية وعايزة تغير وضعها، لكن اللي كان بيحصل هو العكس تماما. الناس اللي كانت محتاجة تتعلم فعلا كانت أول ناس تقول: ما عنديش وقت، ما عنديش فلوس، مش محتاج ده دلوقتي. أما أصحاب الملايين فكانوا أول ناس يحجزوا مكانهم، لأنهم كانوا مؤمنين إن أي فكرة جديدة ممكن تساعدهم يكسبوا أكتر أو تمنعهم من غلطة هتكلفهم كتير. ومع تكرار الموقف ده الكاتب بدأ يلاحظ فرق واضح. الناس اللي كانت بتعتبر التعلم تكلفة كانت بتفضل في نفس مكانها سنين، أما الناس اللي كانت بتعتبر التعلم ده استثمار فكانت بتطور دخلها وتحسن قراراتها وتحقق نتائج أحسن وأكبر مع الوقت. وده خلاه يوصل لاستنتاج مهم جدا: الفرق ما كانش في إن الأغنياء عندهم وقت أكتر ولا إن معاهم فلوس أكتر، الفرق إنهم كانوا مستعدين يستثمروا في تعلمهم قبل ما يستثمروا فلوسهم. كانوا عارفين إن المهارة الجديدة أو الفكرة الصح ممكن تغير مستقبلهم كله، وده أهم درس في الموقف ده. ولو مستني يبقى معك وقت أو فلوس عشان تبدأ تتعلم، فغالبا بعد سنة أو 5 سنين هتكون بتقول نفس الجملة. لكن أول استثمار يغير حياتك فعلا مش الاستثمار في الأسهم ولا العقارات، أول استثمار هو الاستثمار في عقلك، لأنه هو اللي هيخليك تعرف تكسب وتحافظ على فلوسك وتنميها وتكبرها بعد كده. من ناتالي لتجربة السهم لموقف أصحاب الملايين، الرسالة كانت واحدة: كل تغيير كبير في حسابك البنكي بيبدأ بتغيير صغير في طريقة تفكيرك. طيب، وعشان نحل ده نعمل ايه دلوقتي؟ أول حاجة، غير تركيزك من الدخل النشط للدخل السلبي. اكتب مع نفسك على الأقل 3 طرق ممكن تحقق بيها دخل سلبي من غير ما تكون واقف تشتغل بنفسك، سواء كان عن طريق استثمار أو طريق مشروع بيشتغل من غيرك. تاني حاجة، ما تستناش تجهز نفسك عشان تدخل سوق الاستثمار. القاعدة بتقول ما تستناش عشان تشتري، اشتري وبعدين استنى. تالت حاجة تعملها، دخل جزء من دخلك حتى لو كان 10% بس في حاجة اسمها صندوق التعلم. استخدمه في دورات وكتب تتعلم بيها ازاي تدير فلوسك صح. رابع حاجة، درب نفسك ازاي تاخد قرارات هي مش مريحة بالنسبة لك وانت واعي انك بتاخدها بمزاج مش مضطر. في مثال حصل في منتدى تدريبي، الموضوع انك تتدرب ازاي تتصرف رغم وجود الخوف والقلق. كل ما بتوسع منطقة راحتك منطقة ثرائك بتكبر معاها. خامس حاجة، بلاش تتمسك بفكرة انك عارف كل حاجة. اخطر كلمتين في اي مجال هما انا عارف ده كويس، لانهم بيوقفوك عن انك تتعلم اي حاجة. انك تتعلم الخطوات دي مش صعبة، بس محتاجة منك انك تبدأ فعلا، مش بس تسمعها وتعديها. ولو انت بتشتغل بجد لكن كل ما دخلك يزيد مصاريفك تزيد معاه، اسأل نفسك: انا بشتغل عشان الفلوس ولا بخلي الفلوس تشتغل عشاني؟ ولو انت عارف ايه الخطوة الصح لكن كل مرة بتأجلها خوفا من سيناريوهات جوه عقلك بس، افتكر ان اغلب اللي بتخاف منه بيكون اصعب في خيالك من الحقيقة. ولو وصلت لمرحلة حاسس فيها انك عارف كل حاجة وما بقيتش بتتعلم، فده ممكن يكون اخطر سبب موقف نموك لحد دلوقتي، لان اول استثمار بيغير مستقبلك هو الاستثمار في عقلك. لو في درس واحد يجمع ال3 ملفات دول، فهو ان الثراء مش نتيجة حظ، الثراء نتيجة طريقة تفكير بتتحول لأفعال كل يوم. وما تنساش فولو لايك عشان ما يفوتكش الحلقات الجاية من 8 استثمار كل يوم خميس الساعة 8.